ده العلاج السحري للتوحد. جملة كتير بنسمعها وبتخلي أسر كتير تمشي ورا أوهام ويتنصب عليها ويضيع عليهم وقت ومجهود وفلوس بدون أي فايدة. من الحاجات اللي بتتقال إن الدواء ده هيخفي أعراض التوحد، علاج الأكسجين وركوب الخيل هيشفي الولد من التوحد، وغيرها من الحاجات الكتير اللي بنسمع عنها. لكن للأسف كل دي إشاعات بتتاجر بيها بعض الشركات والأشخاص عشان مصلحتهم وبس. الحقيقة إن مفيش علاج معين بيتغلب على طيف التوحد بشكل نهائي، وكل الأدوية اللي موجودة هي بس بتعالج بعض الأعراض الجانبية للتوحد وليس التوحد نفسه. طيب إيه العلاج اللي نقدر نعمله؟ العلاج هو إننا نشخص الطفل كويس ونعرف درجة التوحد عنده، ونطبق برامج علاجية مختلفة بناء على حالته. مع الاستمرار والممارسة بشكل يومي بيبدأ يحصل تحسن ملحوظ. في نماذج كتيرة على كده. والعلاج السحري اللي ممكن نقدمه لمصاب التوحد هو التعلم الذاتي للأم، لأن كتير من الحالات اللي اتغلبت على التوحد كان الفضل يرجع للأم، لأن العلاج بيستمر لسنوات ولازم الأم تكون فاهمة المراحل اللي بيمر بيها العلاج، خصوصا إن الوصول للمعلومات بقى سهل جدا. إن شاء الله نشوف ولادنا في أفضل حال.